قلبك بقى انتي كبتها، قلبك بقى انتي كبتها، لي 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 لي. اهلا بيكم مع فيديو جديد في قناة انتيكا. النهاردة حابة اعرفكم على تطبيق بلانر 5D. التطبيق ده ليه مميزات كتير جدا، اهمها اننا نقدر نصمم ديكور البيت بتاعنا بالشكل اللي بنحبه. وطبعا في الفيديو ده انا بستعرض معاكم ازاي صممت الشقة بتاعتي بالديكور اللي يعجبني فيها. طبعا اهم حاجة ان يكون معاكم المقاسات بتاعة الغرفة او الشقة whatever الشيء اللي انتوا عاوزين تجددوه بشكل صحيح. اتمنى ما تستهونوش ابدا ابدا بمقاس عمود معين، سواء الارتفاع بتاعه طوله عرضه اي حاجة، اي تفصيلة موجودة لازم تحطوها بشكل دقيق جدا عشان تقدروا تطلعوا نتيجة تكونوا راضيين عنها. طبعا انا حاولت ان انا استعرض لكم قد ايه الابلكيشن فيه حاجات كتير، كل حاجة تخص المطبخ، كل ادوات المطبخ موجودة، كل اجهزة المطبخ. طبعا في مجموعة متنوعة جدا من أشكال الأبواب وأشكال الأثاث. كل حاجة موجودة فيه، حتى لو انتوا بتصمموا مثلا فيلا فبرضه موجود. الحاجات اللي بتكون موجودة في الساحة برا، سواء النجيلة سواء مرجيحة، كل حاجة موجودة في الابليكيشن حرفيا، وكل حاجة تساعدكم. وأهم حاجة زي ما قلتلكوا يكون مقاسات اللي انتوا واخدينها مقاسات مظبوطة وصحيحة. ده هيساعدكم بشكل كبير. طبعا عشان التطبيق فيه شبيه مسطرة، فهي بتحدد لكم على بعد قد ايه. يعني انا دلوقتي حطيت الشباك على بعد 53 سنتي من الحيطة، وحددت الشباك نفسه طوله قد ايه وعرضه وكمان ارتفاعه. ودلوقتي بحط العمود التاني، هو على مسافة 50 سنتي اظن، 50 سنتي من الشباك. وطبعا بتحددوا برضو ارتفاعه وطوله وعرضه وكل حاجة. كل ما انتوا مهتمين بكل تفصيلة هيطلع النتيجة كويسة جدا وهتكون مرضية. انا شايفة ان الابليكيشن ده ممتاز جدا ان انت تقدر تعمل الديكور بتاع بيتك بنفسك. بس ده طبعا لازم يكون عندك خلفية عن مصدر الإضاءة، هتحطه فين، الألوانات اللي مناسبة مع بعض. وكمان انا شايفة ان الابليكيشن ده يساعد في انك تستغل المساحة بشكل صحيح. في ناس ما بتحبش ان الدنيا تبقى زحمة حواليها، وفي ناس بتحب ان الدنيا تبقى رايقة بشكل كبير. فده بيساعدك ان انت تشوف هل لو حطيت الركنة في الزاوية دي هيبقى مناسب، لا احطها في الزاوية التانية. هيتيح لك ان انت تشوف شقتك او غرفتك قبل ما تنفذ الحاجة، لان في حاجات كتير ممكن تنفذها وفي الاخر يطلع شكلها مش مناسب او مش مريح لعينك. هو الابليكيشن ده هياخد منك مجهود، حقيقي خد مني مجهود جدا ان انا اصممه وان انا اعمله. طبعا أنا اختصرت وقت كبير جدا عشان تشوفوا النتيجة دي معايا. طبعا دي نتيجة مبدئية، وطبعا بيتيح لك ان انت تعدل اي حاجة انت حاببها وتغير اي شيء على حسب وجهة نظرك فيها. وافضل شيء في التطبيق ده انه مش بس بيسيبك تعمل تصميم بيتك منك لنفسك، لا انت ممكن تخش على الجاليري، هتشوف لقطات لمهندسين كتير ديكور او حتى اشخاص عاديين زينا ازاي عملوا بيتهم، وهتشوف صور هي بالذكاء الاصطناعي كأنها حقيقية. يعني طبعا شايفين الشكل معايا دلوقتي كأنه كرتوني، يعني 2D او 3D، كأنه شكل كرتوني. بس هو في الحقيقة لما بتاخد لقطة للشاشة الموضوع بيختلف كبير جدا. طبعا لو خدتها لقطة بجودة منخفضة مش هيبان، لكن لو اخدتها بلقطة اتش دي او فول اتش دي على حاجة، بتخلي لك المنظر كأنه واقعي جدا، كأن الشيء ده حقيقي جدا قدامك، زي الصور اللي بنشوفها على بنترست والاشكال اللي بيفرجنا عليها مهندسين الديكور. طبعا عشان الابلكيشن فيه فرايتي وحاجات متنوعة جدا، فده بيسمح لك ان انت تشوف شكل الكرسي اللي انت حابه، لا مش حابب شكل الكرسي ده، بتدور على اشكال تانية لحد ما بتلاقي الشكل المناسب ليك.
بس طبعا في الابليكيشن او في التطبيق نفسه الاساسي في حاجات مش مفتوحة، يعني اغلب الحاجات بتكون مقفولة محتاج انت تشتريها. ولكن انا هحط لكم اللينك بتاع الموقع اللي تنزلوا منه التطبيق ده وهتشغلوه ان شاء الله كل حاجة تشتغل فيه تمام، وكل حاجة تكون مفتوحة. مش هتلاقوا اي مشكلة، ومش هيطلب منكم تشتروا منتج معين او عنصر معين مقفول. طبعا كل لقطات الشاشة بتكون مفتوحة ان انتوا تقدروا تاخدوا صورة بأعلى جودة، بس هو في مشكلة وحيدة، ان الصورة بأعلى جودة ممكن تقعد لحد 6 ساعات لحد ما يقدر ان هو يلقط الصورة ويضيف عليها تعديلات كتير لحد ما يوصلها لشكل حقيقي. طبعا الابليكيشن ده او التطبيق ده حلو في حاجة كمان، ان مش بس بيديك شكل السرير او الدولاب بشكل انت تحبه، لكن ممكن اللون يكون مش عاجبك، فطبعا تقدر تغير اللون بحسب الحاجة اللي انت حاببها او بحسب الشكل اللي انت شايفه هيكون مناسب معاك. فده بيدينا احساس ان الحاجة واقعية جدا وعلى حسب ذوقنا. طبعا طول ما المساحة معاك بتكبر فكل أوضة بيكون ليها تفاصيلها، لكن لو انتوا مثلا عايزين تجددوا الغرفة بتاعتكم فالموضوع هيبقى أبسط. أهم حاجة تاخدوا المقاسات بتاعتها وتدخلوها بشكل صحيح في التطبيق وتبدأوا تشتغلوا هتلاقي كل حاجة تمام. ودلوقتي احنا اتكلمنا كتير قوي، اسيبكم بقى تشوفوا بقية الفيديو، هو طويل فأتمنى ان انتوا تكملوا للآخر، هتتبسطوا من النتيجة اللي هنوصل لها. وهسيب لكم برضو اللينك بتاع التطبيق في التعليقات. فدلوقتي ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد في قناة انتيكا.
بقى انتيكة في بيتها، قلبك بقى انتيكة في بيتها. ليه